هو الزمالك الاهلي بتزملك. استحملني بس دقيقتين دقيقتين يا مؤمن، ماشي؟ الوقت الزمالك النهارده كان بيلاعب الزد، انت شفت الزمالك بذمتك الزمالك ما كسبش ما يستحقش يكسب النهارده؟ عشان تعرف الاهلي ومدرب الاهلي بيقدموا قرف من الكوره، قرف من الكوره، مش عايز اقول لك الفاظ ثانيه. الاهلي وحش النهارده، الزمالك يكسب النهارده 4-1 و5-1 وكده يعني. زد ما جاش، زد وحش جدا، وزد الماتش اللي جاي يقلب لك بقى ايه؟ هيقلب لك بايرن ميونخ بقى احسن فريق بولا في العالم الموسم دوت يعني، ماشي؟ كورتين في العارضه وفرص بتضيع، وخون بزيرة بيضيع، وناصر منسي بيضيع، وده بيضيع وده بيضيع، وهو الحكم في الاخر حسب 7 دقائق وضيع، وضاعوا كلهم على المهدي سليمان والفاول والتاني اللي قاعد يمثل لك اللي هو دخلوا في بعض. ضاع من الوقت بدل ضيع 5 دقائق، وقت بدل ضيع في تضييع الوقت، والحكم بيقول لك لسه دقيقه واحده بس، وما كملهاش يا مؤمن، ما كملهاش يا مؤمن. بس بصراحه الزمالك النهارده يستحق يكسب. بيراميدز الزمالك كسب 2-1 ماشي، وبيراميدز كسب 3-1، وراح ايه؟ سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي متعادلين 1-1 بعد ما كان سيراميكا كسبان 1-0، راح الاسماعيلي جاله جاب جون وتحسب تسلل، راح جاي له ضربه جزاء في الدقيقه 92 بقت 1-1. بهذه النتائج الغريبه العجيبه، سحري اسود، ده سحري اسود، سحري اسود. الزمالك في المركز الاول، بيراميدز في المركز الثاني بفرق الاهداف، الاهلي في المركز الثالث. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. طيب الماتش الجاي ايه؟ بيراميدز والزمالك والاهلي وزد، الاهلي لازم يكسب زد عشان يبقى ايه؟ في المركز الاول، يبقى معاه 39 نقطه، والاهلاويه قاعدين في ماتش الزمالك وبيراميدز بقى. يا رب المباراه تخلص تعادل، يا رب المباراه تخلص تعادل 0-0، بيراميدز جاب جون، يا رب الزمالك يتعادل، يا رب الزمالك يتعادل، الزمالك يتعادل، الزمالك جاب جون بقت 2-1 للزمالك، يا رب بيراميدز يتعادل، يا رب هيبقى عندنا حاله شيزوفرينيا، بيراميدز يجيب جون، يا رب تخلص تعادل، بيراميدز جاب جون بقت 3-2 لبيراميدز، يا رب الزمالك يتعادل، هنبقى عندنا حاله شيزوفرينيا. فانت فهمت الفكره العامه؟ فالزمالك احنا الاهلاويه هنقعد بقى نشجع الفرقتين اللي هم يتعادلوا، ده جاب جول، هيبقى عندنا ايرور في دماغتنا، والاهلي حطنا في موقف زباله الزباله، والدوري اشتعل، والزمالك بدل ما كسب الماتش اللي فات حرس الحدود 2-0، ما اعرفش ازاي في الدقيقه 84، ما اعرفش ازاي جونين كده، وكان حرس الحدود متالق، وكمان النهارده بيكسب زد، وزد سايب له المباراه. هات الجول الاولاني خطا المحطه بالمهاجم، ومش عارف ارجع نص الملعب وباصي، واللاعب التاني اللي اسمه سجاد وده، ولا ينعل ابو ده، انت اخدت مني كمان شطايده، انت خليتني بص اضيع كل الحسنات اللي عملتها في حياتي يا جدع. ما انا كنت طالع بس مباشر على القناه الثانيه محمد كرم، هسيب لك ايوه انت بتتفرج يا عم على التيك توك، بص اسمها محمد، ما اعرفش بقى، اخش على القناه الثانيه بقى، سيبها لك لو انت بتتفرج على التيك توك يا عم، هتلاقي في الملف الشخصي. انا تعبت محمد كرم، لا يا عم انا بهيس، انا تعبت انا بهيس محمد كرم، ودي شابرون هصرف واحطها لك يا جماعه. انا تعبت يا جماعه، الاهلي بيقدم مليطه من الكوره، احنا تعبنا يا جماعه، والله العظيم تعبنا يا جماعه، ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش كده يا جماعه، احنا الاهلي حطنا في موقف مش حلو يا جماعه. الاهلي لسه له 3 مطوشه، وبيراميدز لسه له 3 مطوشه، والزمالك لسه له 3 مطوشه، وسيراميكا لسه له ماتشين، فانت لازم تكسب كل المطوشه، لازم تخرج الدور الاولاني في المركز الاول عشان تخش انت في مليطه في الدور الثاني. انت بالمنظر ده هتلاعب الزمالك ولا بالمنظر ده هتلاعب بيراميدز؟ انت بقى تستنى بقى حسين الشحات بقى يتالق ويبوس بقى الشنكار ده ولا مش عارف ايه، وتقوم انت نازل بقى بايس لك اولادك بقى، وينزل بقى مغلوبين 1-0 ويجيب جون ويجيب ضربه جزاء، وهذه السنين بقى احنا تعبنا يا جماعه، ونتغلب بقى بالمدرب المعدود ده يستر، نتغلب من بيراميدز زي خسرنا بيرو 2-0 يا جماعه، ارحموا ميتين ابونا بقى يا جماعه بقى، من الاهلي اللي بيقدم خراب الكوره ده يا جماعه بقى. الزمالك ما فيش لعيبه، وديون الدنيا عليه، ومكروه من العالم كله، وعليه قضايا، وهياخد اعدام، هياخد اعدام يا جدع، وبيقدم حلويات من الكوره يا جماعه، والاهلي معاه كل النجوم دي ومش عارف ايه، وبيقدم شخاخ من الكوره يا جدع، الواحد اتخانق يا جماعه. ده انا بتفرج على كوره، بنحمل امبارح كوره من التسعينيات، والاهلي ايام حسام حسن بقى وشويه وعندك هادي خشبه بقى، وابراهيم حسن بقى، وياسر ريان بقى، وحلويات بتتقدم في الكوره، حلويات يا جدع، وعلى الطاير، وده يشوط على الطاير يا جدع، يا ابني ده في كوره يا محمد يا هادي. اتفرج على التسعينيات على ابراهيم حسن عمل عرضيه للاعب اللي هو على ابراهيم، عملها بالطاير ترك جون، فعلى الطاير من مره واحده ابراهيم حسام حسن تروح بدماغه جون على الطاير، كنت شوط على طول يرقص طق جون. احمد فيليكس يا جدع، فاكر احمد فيليكس هنا، وياسر ريان عمل عرضيه، اتعلموا يا جماعه بقى، مفيش كوره يا جدع في الاهلي دلوقتي، مفيش كوره، في مليطه، احنا بنتقدم ولا
بتتاخر؟ انا بتقدم ولا بتاخر؟ ما تقول لي يا جماعه احنا ايام التسعينات عارف ان ايام المال والجوز كويسين، احنا مالنا دلوقتي يعني؟ الكوره بتتقدم في مصر وفي الاهلي ولا بتتاخر؟ احنا دلوقتي لما بيلعب يعمل تريك يا معلم يا معلم بنبقى فرحين لما ياسر ابراهيم بيباصي بقى ياسين مرعي، تك يا الله عليك يا ياسر، يا ويو ويا ده اللي احنا فالحين فيه. وراموس بقى في الزمالك بقى ده الكرة اللي في مصر دلوقتي حماس بس عايزين نتفرج على فيلم بروسلي ايه يا عم في ايه يا عم؟ مفيش كورة يا جدع، الواحد اتخانق يا جماعة، الواحد بس لما حد زملكاوي يرد عليه يقول له ايه دلوقتي؟ ما عندهم حق يا عم، هم مجنونين طوب الارض ياخدوا اعدام في الفيفا وبيقدموا الحلويات ديت. واحنا معانا اللعيبه دي كلها وما بنقدمش كوره يا جماعه، بنكسب بالعافيه 1-0. انتوا مجانين يا جماعه، في حاجه هو الزمالك الاهلي بتزملك؟ الاهلي بتزملك يعني ولا في ايه؟ يا عم سلام يا عم، الواحد اتخنق، سلام يا عم.